السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ تعالوا كده النهاردة نقضي يوم برا المطبخ، برا الاكلات، برا كل حاجة، تغيير يعني. قلت كده اخدكم معايا وانا خارجة اجيب طلبات للبيت. تعالوا بينا كده نشوف هنعمل ايه وهنقضي اليوم ازاي. اليوم جميل جدا. قبل اي حاجة انا ندى احمد. لو اول مرة تشوفوني ما تنسونيش في لايك وشير للفيديو ده. هنا خلاص كنا طلعنا من البلد وركبنا خلاص وسيلة المواصلات اللي احنا هنركبها. وطبعا هنروح فتح الله دلوقتي، هننزل المنصورة وهنجيب كل الطلبات او الحاجات اللي احنا محتاجينها للبيت قدامكم دلوقتي. بس زي ما قلتلكوا قبل اي حاجة ما تنسوناش في لايك وشير للفيديو ده. قلت النهاردة كده اغير لكم من المطبخ شوية، اغير لكم من روتين البيت شوية. خلاص ملينا زهقنا من روتينات البيت. نغير بقى شوية، نخرج برا نوريكم بنمشي ازاي، بنجيب طلباتنا ازاي، كل الحاجات اللي احنا محتاجينها بنجيبها ازاي. هنا طبعا احنا وصلنا للموقف وهننزل دلوقتي وهنروح المول. كل ده هيكون قدامكم في الفيديو. تابعوا معايا الفيديو للنهاية وان شاء الله تستمتعوا بالفيديو، وكمان هتاخدوا فكرة عن شوية حاجات لو حابين تاخدوا فكرة عنها يعني. هنا خلاص احنا كنا وصلنا للمول زي ما انتوا شايفين كده. طبعا احنا كان معايا بنتي واختي ورايحين سوا يعني هنجيب الطلبات بتاعتنا. اعذروني شوية لو التصوير مش احسن حاجة، كنت محروجة لان انا مش متعودة اصلا ان انا بصور برا البيت، فهتكون حاجة غريبة شوية يعني عليا انا. يعني طبعا احنا هنا لسه تحت في قسم الادوات الكهربائية والحاجات اللي هي لوازم البيت. هنطلع بقى للدور التاني وهنشوف الحاجات اللي احنا عاوزينها، ولو مش محتاجين حاجة منه هنطلع للدور التالت. وعلى الغالب يعني انا لما بعوز حاجة بطلع لها الدور التالت. شايفين ايسل كانت خايفة جدا زي ما انتوا شايفين كده. هنطلع بقى وهنشوف كل حاجة. طبعا كل ناس كتير منكم بتروح دايما وعارفة الكلام ده. كل حاجة انت بتحتاجيها بتلاقيها جوه. انت بتدخلي حرفيا بتيجي خارجة مش بتكوني عاوزة تجيبي اي حاجة من برا، انت عاوزة تطلعي على البيت على طول، بس مش اكتر من كده. تابعوا معايا الفيديو للنهاية وهتستمتعوا بيه. فيديو جميل وتغيير بالنسبة للروتينات اللي احنا متعودين عليها. بحبكم جدا انتوا اخواتي، بحبكم جدا انتوا بعد ربنا سبحانه وتعالى. بحبكم وبدعمكم ليا بعد ربنا ان شاء الله هنوصل. وهنا خلاص احنا بقينا في القسم التاني. هنا الملابس والسجاد والفوط وكل الحاجات اللي هي دي وادوات المدرسية وكل حاجة. طبعا احنا في الاول كده اشتلنا الباسكت الصغير زي ما انتم شايفين، بس احنا دلوقتي هنغيره. هنطلع هنا الدور التالت وهنغيره زي ما هتشوفوا دلوقتي قدامكم كده. لو حابين فيديوهات زي دي كتير اكتبولي في التعليقات وان شاء الله هنعمل ريفيوهات كتير زي كده، او كل ما اجي راح اجيب اي غرض او اي طلب زي ما انتم شايفين كده هنصور لكم. طبعا احنا هنا خلاص وصلنا الدور التالت، وحرفيا انتوا بتمشوا في الدور ده مش بتحتاجوا ان انتوا تجيبوا اي حاجة من مكان تاني. هنا المكرونات، طبعا هشوف المكرونة اللي انا محتاجاها اجيبها، وهنا الفيجيتار، وهنا كل الحاجات اللي انا عاوزاها، وده طبعا ماجي وكل التوابل بتاعته. هنا زيت الزيتون وزيت الذرة، اي حاجة انت محتاجاها. طبعا مية الورد، خل التفاح، دبس الرمان، الحاجات دي كلها هنا. وزي ما انتوا شايفين كده كل حاجة انت عاوزاه. هنا المثلجات بقى سواء فراخ او بطاطس او اي حاجة انت بتحتاجيها زي ما قلتلكوا كده. وهنا الصوصات والعصاير كمان زي ما انتوا شايفين قدامكم. انا طبعا عارفة ان اغلبكم كان هناك وشايف كل حاجة، بس انا احب برضو اوضح لكم في الفيديو. هنا برضو الجبن، وكمان هنا اسماك. كل اللي بتحتاجيه هنا بتلاقيه حرفيا. هنا عاوزة اقول لكم على حاجة بقى. الكاميرا هنا وقفت. انا كنت قفلتها ومش عارفة ان هي لسه شغالة، فهي فضلت كده حوالي دقيقة او دقيقتين ما فصلتش، وجيت افتحها لقيتها لسه شغالة فكملت بيها بقية الفيديو. فاعذروني بقى على اللقطة دي لان الفيديو هيفضل الكاميرا زي ما انتوا شايفين كده وقفت عليها دقيقة. فاعذروني يعني، معلش يا جماعة، غلطة مطبعية دي مني وانا اسفة جدا عليها يعني. جت غصب عني ما كانش قصدي.
طبعا هنكمل الفيديو بتاعنا دلوقتي. خلاص هي ثواني وهتروح من قدامكم الصورة دي، وهنشوف بقى بقية الحاجات اللي احنا عاوزين نجيبها. كل حاجة هنحتاجها هنجيبها هنا. احنا هنخرج من هنا على البيت على طول طبعا. في اكلات جاهزة وكل حاجة انت بتحتاجيها بتلاقيها. يا ريت يا حلوين لو وصلتوا لحد هنا، اللي لسه ما حطش اللايك يحط اللايك. وطبعا الغلطه دي لان زي ما قلت لكم ان انا متوتره شويه في التصوير، كنت محروجه لان اول مره اصور بره البيت. اكيد مره واتنين هنكون خلاص اتعودنا على التصوير بره البيت، فهيكون ايه الجوده احسن من كده، وكمان التصوير هيكون احسن من كده. فانا بجد اسفه اسفه ليكم على اللقطه اللي جات او المقطع اللي جه في وسط المقاطع. خلاص كده احنا ايه انتهينا منه. تعالوا بقى نشوف كده احنا هنروح فين وهنجيب ايه. هنا ده قسم اللحوم. إيه طبعا كل اللي انت عاوزاه هنا بتلاقيه، سواء لحمة قطع متقطعة، شاورما، إيه عاوزاها للبرجر، كل اللي انت هتحتاجيه هتلاقيه. طبعا هنا انا كنت جبت جبنة بقى وكاتشب والصوصات اللي انا عاوزاها، وجبت كبدة كمان عشان نبقى نعمل كبدة اسكندراني سوا. وبعدين هنروح بقى ناخد لفة كده او جولة اخيرة. وطبعا هنا ايس المسكتش لما جابت الشوكليت اللي معاها دي، فايه يلا ماشي مش مشكلة. عاوزة اقول لكم بقى ان لو ما عملتوش هنا اللايك فعلا هزعل، لان انا بعد الفيديو ده هعلن افلاسي حرفيا. يعني انا خلاص بعد الفيديو ده خلاص بقى كل اللي انا كان معايا تحويشة العمر صرفتها في اليوم ده. فهنا طبعا الشامبوهات والفوط وكل الحاجات اللي احنا بنحتاجها، برفانات، الشامبوهات انا جبت اللي انا محتاجاه منه. خلاص هننزل بقى عشان نروح ايه عند الكاشير، لان الدنيا كانت زحمة موت. احنا داخلين المول العصر، هتشوفوا دلوقتي احنا خارجين الدنيا ضلمة خالص من الزحمة، مش عارفين نمشي. كل حاجة مش قادرة اقول لكم. هنا بقى الشوكولاتات والحاجة هننزل بقى هنا ايه، اللي عاوز حاجة بقى يجيب. احنا هنا طبعا قدام الكاشير، شايفين انتوا قدامكم دلوقتي الجو زحمة جدا والدنيا. بصوا كل واحد بيقف حرفيا نص ساعة من الطلبات اللي هو جايبها. طبعا الاسعار هنا كويسة جدا بالنسبة لبره، فعشان كده تلاقي ايه هناك الضغط يعني اكتر شوية. فزي ما انتوا شايفين احنا هنا خلاص احنا اللي علينا الدور، فهو هنا بيحسب لنا الحاجات اللي احنا هنجيبها وهياخد المبلغ ما مبلغ وقدره. عاوزه اقول لكم شايفين كل الحاجات دي اللي احنا جبناها النهارده. بتمنى منكم اللايك والشير الجميل للفيديو ده. احنا هنا خلاص زي ما انتم شايفين كده خرجنا من المول، واحنا هنا اصلا في العربيه دلوقتي جايبين اكل وبناكل زي ما انتم مش شايفين خلاص كده، ومروحين وخلاص هنوصل للبلد اللي احنا رايحين لها. عاوزه اقول لكم لو اول مره تشوفونا ما تنسوناش في اللايك والشير. تعبت جدا في الفيديو ده. انا انتظروا بقى فيديوهات جميله جدا ووصفات اجمل بالحاجات اللي احنا جبناها دي. انتظروني في فيديوهات جايه كتير. عاوزه اقول لكم بس مش محتاجه منكم غير اللايك والشير والاشتراك في الفيديو. انتظروني في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.